السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عذرا يا جماعة لما طلعت على المسرح هبتدي بحاجة صغيرة كده. مهما يطول علينا الزمن، مهما تزيد علينا المحنة. دكتور احمد هذا النمر لا يقل كل له هذه الحرب او في هذا الحرب عن ياسر عيد وعن ايمن شباب وعن اي حد هنا. يعني وجود ياسر عيد هنا هو يرفض فيهم. يعني تسمعونا يا جماعه كل اللي بيرفضين هيكونوا على المنصات. لا الذين يجلسون على المنصات انما هم بيمثلوا اكثر منهم. اقول الشغل للدكتور احمد هذا النمر تأتيكم حيوم. تقول الشيخ الاستاذ ايمن شهاب واسمها منه شعر جميل جدا جدا. ولو في اي تقدير هنا عندكم حقوق عليها. هات المايك اللي معاك. قولوا علي السلام. علي توصل ايه؟ ايه اطلع فوق ولا ايه؟ لا يصور. تعالى مكاننا يا دكتور. تعالى مكاننا يا دكتور احمد. اجيب لك الدرجة ضروري لازم نقوله اصلا. استلم. لا خلاص. كل شغل. لا مش عايز كرسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهما يطول علينا الزمن، مهما تزيد علينا المحن، لازم دايما نفضل نكتب علشان بالكلمة هنبني الوطن. قالوا لي من حالتك، قلت نور حياتي مصر. قالوا لي ايه هي؟ قلت لهم دي هي العصر. يا مصر يا بلدي يلي شعارك تسر، نديكي انت وترابك في الكسر او في النصر. احبك انت وتاريخك في الكسر او في النصر. يلي سماك الصفا وعبير ترابك عز، ده انت ارض الكنانة، ارض السموخ والفخر. عاش جوامعك كنايتك والاهرامات والنهر، وعاش هلالك ينور يا بلدي ابد الظهر. وعشت دايما عافية أبية وشعبك حر، ومات من نوالك بالجزر أو في الشر، ومات من نوالك بالجزر أو في الشر. شكرا. الله عليك. قبل ما اقدم ايمن شهاب ومنظمين الحمله دكتور علي وجه وخضر رجاله كده منحاز